السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلف والتصبغات الحاجات دي بتكون مع السيدات أكتر من الرجال، بتبقى مرتبطة بعد فترة الحمل. عندي طريقتين لعلاج الكلف والنمش، هي خلطات طبيعية أو كريمات من الصيدلية. الخلطات الطبيعية في عندي 3 وصفات. أول حاجة إن احنا نجيب ثمرة أفوكادو مع معلقتين عسل كبار ونهرسهم مع بعض. الخلطة التانية هي خلطة الكركم مع الحليب، 5 معالق من الكركم مع 10 معالق كبيرة من الحليب كامل الدسم، وبنعمل منه عجينة. الفكرة التالتة عندي هي ثمرة جوافة مع ثمرة موز، بنحطهم الاتنين مع بعض في الخلاط وبنضربهم مع بعض بدون مية طبعا، وبنعمل منهم خلطة أو عجينة. أي خلطة من الخلطات التلاتة دي بعد ما بتعمليها بتدهنيها على البشرة وبتسيبيها نص ساعة وبتغسليها بماء فاتر، والنتيجة هتكون مبهرة إن شاء الله في خلال من أسبوعين لشهر. وطبعا مش هوصيكوا على وقت شمس، لان الشمس هي سبب اساسي في الكلف والنمش. وبالنسبه للي عايز يعمل خلطه من الصيدليه زي الخلطه اللي انا قلتها في الفيديو السابق، ممكن نجيب هاي كوين مع اكريتين مع بيتاديرم او اي تركيبه ثلاثيه مكافئه للثلاثي ده. يلا جربوا التركيبات دي وقولوا لي رايكم في التعليقات، واللي عنده اي تجربه يا ريت يفيدنا بيها. دكتور اوت.